عايزك تشوف الفيديو ده وتصلي على النبي وتشاركه عشان مهم وخطير. هنا الراجل ده هيودي الغنمة الصغيرة دي لأمها، أكمن لونها مختلف أبيض فمش عايزة إن هي ترضعها. هيبدأ يغير شكلها، يلبسها صوف أسمر عشان الأم تتقبلها. هناخد نصيحة مهمة جدا في الفيديو ده. إيه هي؟ إنك أحيانا لازم تغير من طباعك ومن شكلك عشان الناس تتقبلك. يعني بعض الناس للأسف الأغلبية منهم مش كلهم، لما تقول له على الحقيقة انك فيك طبع كذا او ان انت بتعمل كذا يقوم يزعل منك، او تديله نصيحة يقوم يزعل منك. تمام؟ وبعض الناس لما بتكذب عليهم يقوم يقول لك ده فلان ده محترم، فلان ده حلو، يبقى ده اسمه نفاق. الفرق بين النفاق والمجاملة فرق شاسع جدا، فاوعى تكون من المنافقين. ازاي؟ يعني فلان ده رحت اكرمني ويضيفني في بيته واكلني، واقول فلان ده كريم اكرمني وفلان ده خيره كتير، ويبقى انا بجامله واقول على طباعه. لكن فلان ده ما شفتش منه حاجه حلوه او ما اكرمنيش، او فلان ده عشان مثلا قرشين بتاع اقول كلمتين كده وخلاص، اقول فلان ده في كذا وكذا وكذا، يبقى نفاق، بتنافق. هو ما فيش الطباع دي. فخلي بالك وإياك تكون من المنافقين، ومهما كانت الظروف قول الحقيقه، واللي يتقبلها يتقبلها، وفي النهايه صلى على النبي والسلام عليكم.